السلام عليكم ورحمة الله، نصلي على الحبيب عشان قلوبنا تطيب. عاملين النهارده كوسة وعاملين فراخ كده حلوة قوي، شوينا على البوتاجاز ومدخلينها الفرن تكمل تاخد تحميصة كده وتاخد اللون الحلو اللي انت شفتيه ده. تعالى اقولك بصي بطريقة تحفة، بشوية حاجات بسيطة انت هتطلعي الاكل وتركات بسيطة بجد الاكل هيطلع منك عالمي. حماتي الله يبارك لها يا رب، احنا طبعا يوم الجمعة ده بنبقى كلنا ملمومين عندها. ربنا يديها الصحة يا رب ويديها الخير كله ويديها الهنا كله ويبارك لنا فيها يا رب، ودايما بيتها كده مفتوح بحسها. معانا طبعا دول 3 فرخات هي جايباهم ومنضفاهم وغسلاهم ومخليهم لي بصي شمعة منورة زي ما انت شايفة. ومعايا طبعا ده 2 كيلو كوسة، ومعايا في قلب البولة معايا بصلتين كبار، ومعايا 3 4 طماطميات، معايا الجزر ده بقى مسكر جدا، ودّى الفراخ في حتّة تانية خالص. حطّي لي بس لايك كده ونصلّي على النبي، ربنا يكبر بخاطرِك وربنا يسعدِك وربنا يرضيكِ وربنا يرزقِك وربنا بُصّي يكرمِك بكل حاجة أنتِ نِفْسِك فيها. أنا طبعًا كل الخضار ده هامسكه بالمبشرة أبشره، هابشر البصل والطماطم والجزر والفلفل هاقطّعه بالسكينة. طبعًا أنا ممكن أحُط كل ده في الكَبّة وأسيّل على نَفْسي، بس أنا برضه مش عايزة أصعّب اللي بيتفرّج عليّا. أنتِ براحتك خالص عندِك كَبّة، معلش آسفة شرقت. أنتِ عندِك كَبّة دخّلي كل ده في قلب الكَبّة وافرميهم فرمة خشنة. حلو الكلام، معايا ورق لورا ومعايا كام واحدة حبهان، حطيت حبهان وورق لورا، واحط فلفل اسود، هاحط 7 بهارات، هاحط رشة كمون بس، هي البهارات بتاعة بيتِك. يعني مش هاحط بقى حاجات كتير واحط حاجة تضيّع طعم الأكل وحاجات بُصّي، في حاجات بجد كتر التوابل وكتر البهارات بيخفي طعم الأكل، بيضيّع ملامحه. فأنتِ بحاجات بسيطة خالص تلاقي الأكل معاكِ مضبوط. طبعًا عشان 3 فرخات فأنا باحاول إيه، أضبّط بس المعيار بتاعي. يعني أنتِ لو فرخة وكده بمعلقة الشاي، يعني تبقى ممسوحة، حُطّي بمعلقة الشاي بس ممسوحة. وطبعًا حطيت 2 مرقة، وبرضه الملح بتاعي هاحطه، ولمّا تقلّبي برضه ادّي له تقليبة كده ودوقي برضه احتاج ملح حطيتِ. بُصّي لو أنتِ هتعملي فراخ وهتحطيها على النار على طول، فأنتِ زوّدي شوية ملح. فلو هتسيبيها مثلًا ساعتين 3 يبقى ضبّطي الملح. حلو الكلام، فاهمة قصدي؟ امسكي بقى حتّة فرخة، فرخة كده وسمّي الله ودخّلي الحشو في قلبها، يا إمّا فضّي كل الفراخ بتاعتِك في قلب الصينية اللي أنتِ هتحطيها وحطّي الخليط ده كلّه وامسكي بقى معاكِ الفراخ دي فوق وتحت مش قادرة أقول لِك بجد الجزر ادّى لها خلّاها سُكّر عاملة إزاي، سُكّر، سُكّر بجد. وكان في قرن فلفل spicy حطيته برضه في البشر كده، علّى التيست وخلّى طعمها حلو أوي. أنا هاسوي سِوَى كامل على البوتاجاز، سِوَى كامل على البوتاجاز وهاغطّيها بغطا حلة، وأول ما تستوي واحس إن هي استوت ومش باحط مَيّة نارها وسط، ومش باحط أي مَيّة خالص، وبعد كده بادخّلها الفرن تتحمّر. هنا الكوسة بتاعتي بامسكها أقشّرها، أنا هنا ده باضرب الطماطم وقرنين فلفل عشان خاطر الكوسة. مش هاضرب طماطم كتير عشان ما احسش إن أنا مسبِّكة الحاجة أوي. مسكت الكوسة طبعًا، مسكتها قطّعتها، نضّفتها، كحّتها بالمقوار، على فكرة بيدّي شكل أوي، وبتبتدي إن أنتِ تقطّعي سمبوسة، يعني سمبوكسات كده يعني على فكرة الشكل بيفرق والله في الأكل، بيفرق كده يعني تحسّي إن عينِك بتاكل قبل بُقِّك. الشكل أهم حاجة. طبعًا هنا معايا برضه بصلتين كبار، مسكتهم قطّعتهم، ومعايا حبّة سمنة على حبّة زيت، معلقة سمنة كبيرة، حبّة زيت، زيت بس، سمنة بس، أيًا كان المادة الدهنية اللي عندِك إيه، زبدة، أي حاجة. طبعًا معايا فصّين توم، أنا بُصّي أول ما حسّيت إن البصلة بتاعتي دبلت، حطّيت عليها دوقيهم، قطّعيهم ترانشات صغنّنة، اللي يريّحِك. حلو الكلام؟ أول ما أحس إن البصل طلع والريحة طلعت بتاعة التوم، ابتدي نزّلي الكوسة بتاعتِك. وإيدِك فيها بقى. بُصّي التشويحة دي، تشويحة الخضار أصلًا مع البصل والتوم بجد، بجد بيفرق. يعني في تَكّات بسيطة وحاجات بسيطة بجد بتعلّي الtaste معاكِ وبتعلّي الموضوع معاكِ تخلّي الأكل كده يبقى ريحته حلوة، نَفَسه حلو، شكله حلو. فأنتِ جرّبي كده ومش هتندمي، والله ما هتندمي، اسمعي منّي. هنا طبعًا ناري برضه على وسط، النار مش عالية، ناري وسط، وبرضه بافضل إيه، أقلِّب فيها. معلقة معجون طماطم علشان خاطر أنا الطماطم بتاعتي مش كتير، فأنا برضه عايزة أخلّي اللون يبقى حزيز كده، يبقى اللون محمِر، فاهمة قصدي؟ فحطيت معلقة معجون طماطم وهابتدي إن أنا أبهّر، وكل ده برضه النار بتاعتي إيه، شغّالة وعلى نار وسط. حطيت واحدة ماجي، هاحط 7 بهارات واحط حبّة فلفل، حطيت ورق لورا، وهنضبّط الملح. بس ولا أي حاجة تاني، مش هنضيف حاجة تاني خالص، وإيدِك فيها وأهم حاجة برضه التشويحة. بُصّي أصلًا شكلها، بُصّي ملامحها والله والريحة، والله، والله بجد والريحة. ودي طبعًا 3 طماطميات ضربناهم في الخلاط وكان معاهم قرنين فلفل. اللي يريحِك، عايزة تضربي الفلفل اضربيه، عايزة تقطّعيه طرنشات
مع الخضار قطّعيه، اللي يريّحِك اعمليه. بُصّي الأكل ما فيهوش قواعد، مش 1، 2، 3 لأ، اللي نِفْسِك فيه واللي على بالِك اعمليه. عايزة تضيفي حاجة أنا ما ضفتهاش ضيفيها، عايزة تشيلي حاجة من اللي أنا حاطاه شيليها، يعني الأكل ما فيهوش قواعد. هنا طبعًا دُقتها وباشوف الملح بتاعها، لقيت الملح عايز شوية ملح، وهازوّد برضه يعني إيه، بتاع كوباية مَيّة، ومش هازوّد مَيّة كتير، لإن برضه الكوسة بتجيب معاكِ مَيّة، فعشان برضه ما تحسّيش إن الموضوع زاد عن حدّه. وبرضه نارها وسط، وبتروحي مغطياها، كل ده في قلب الصينية. عايزة تعمليه في صينية، عايزة تعمليه في حلة، برضه اللي يريحِك، بس أنا عملتها في الصينية علشان قُلت إيه، هادخّلها الفرن تاخد لون حلو زيِّك كده. وربنا يسعدكم يا رب كلكم، آمين يا رب العالمين. ربنا يا رب يسعدكم. باحب أدعي للناس عشان الدعوة، ألاقي الملايكة بترد الدعوة اللي أنا بادعيها لكم والله. ربنا يرضيكم ويفرّح قلبكم. هنا طبعًا كنت دخّلت طبعًا الكوسة تاخد لون حلو، وكنا مستعجلين بصراحة، فكان ممكن تاخد لون أكتر من كده، بس هي كده برضه حلوة. وخلّصنا الكوسة خدت اللون الحلو، ونخش بقى على الفراخ. بُصّي كانت تحفة، سِوَى كامل على البوتاجاز، وبعد ما استوت سِوَى كامل على البوتاجاز، رُحت مدخّلاها خدت اللون الحلو ده. ما تخافيش هي مش محروقة، ده هو الجلد، بس كانت الريحة والطعم والصوص بتاعها كده يتغمس بالعيش، وكنا عاملين رز وملوخية. فما حبيتش أطوّل عليكم الفيديو بس. ربنا يسعد قلوبكم يا رب، آمين يا رب العالمين.